ليه ايكيا بتبيع اكل مع العفش؟ كل مره ادخل فيها ايكيا اسال نفسي سؤال، ايكيا مكان بيبيع عفش ورفايع بلغه المصريين، ايه اللي يخليه يبيع اكل وايس كريم ومنتجات سوبر ماركت كمان؟ ولا حد بيقدر يجاوبني، وكان دايما الاجابه اللي باخدها من شويه ناس فاهمين في الاداره ان ربنا يوسع عليهم، هم عايزين يعملوا كل حاجه. بس الحقيقه الاجابه دي مش علميه، وبصراحه ما تاكلش معايا. قعدت ابحث لقيت الموضوع جاي من فلسفه. حتى الاكل يا ايكيا عملت منه فلسفه، والله انك خطيره على راي اخواتنا في السعوديه. طيب ايه بقى الفلسفه دي وجت منين؟ مؤسس ايكيا انجفار كامبراد قال ان العملاء الجعانين بيشتروا اقل، ولما فتحت ايكيا لاول مره سنه 1959 لاحظ الراجل البركه ده ان الناس بعد شويه وقت بيمشوا من المحل بتاعه علشان جاعوا وعايزين ياكلوا اي حاجه، فقال نعمل لهم مطعم في نفس ذات المكان علشان ياكلوا الحاجه على السريع ويرجعوا يكملوا شراء. وصدق او لا تصدق الفكره دي نجحت، وخلت الناس اللي كان بيشتروا شويه حاجات تافهه ويجروا يشتروا حاجات اغلى بكتير وياخدوا وقت اكبر في الشراء. ايكيا بتعمل في الاكل بس مبيعات سنويه بقيمه 2.5 مليار دولار، وبتزيد 8% كل سنه من 2016، وده خلى 30% من الناس اللي بيزوروا ايكيا بيزوروها علشان ياكلوا اولا. سيبك انت من الكلام ده، ايه رايك بقى في اكل ايكيا؟ جربته ولا لا؟ انا بصراحه بحب قوي الايس كريم بتاعهم.